جيران ضحية بولاق. ايه اللي حصل في القضية دي؟ القضية دي اللي سمعنا عنها كلنا امبارح، بنت قتلت امها. ايه القصة وايه التفاصيل؟ كل اللي عرفناه قبل ما نيجي نصور مع الجيران ان الام كانت مش بتسمع كلام بنتها، فبنتها مسكت حديدة وضربتها لحد ما ماتت. البنت قتلت امها. احنا كلنا عارفين الجنة تحت اقدام الامهات. ولاء ما خدتش القاعدة دي، ما خدتش الحديث ده، ما خدتش اي حاجة قدمتها امها ليها سبيل ان هي ترحمها، سبيل ان هي ترأف بسنها الكبير. اعتماد 66 سنة كانت ضحية بنتها. احنا معانا جيران المجني عليها يحكوا لنا ايه اللي حصل. تمام. احنا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا كانت كذا مره بتضرب مامتها، وكذا مره اتكلمت معاها وما ينفعش الكلام ده، وكلمتها بالدين وبالقران وكل حاجه ان والدتها. تمام. آه، هي ليه عملت كده مع امها؟ لا، هي من ساعه ما جت والدتها وهي بتضربها، ما حدش عارف ليه يعني، لوحدها. تمام. هي عامه الست دي على طول بتضرب جوزها ومش عارف ايه، خناقات ومشاكل كتير وصوتها عالي جدا في البيت كله. وبس فجأة لقيناها كل شوية بتضرب والدتها لحد يوم الواقعة. احنا قلنا عادي، الضرب العادي يعني من 5 ل7 الصبح لحد ما هي وهل العادي في بنت تضرب امها؟ لا طبعا، على العادي بتاعها هي بالنسبة لها يعني. كل هي البيت. متعودة ان هي تضربها. بالظبط كده. ومفيش الكلام اللي هي مامتها تعبانة او الكلام ده. مامتها عاقلة جدا وما فيهاش حاجة، صحتها كانت كويسة، بس هي كانت بتعامل مامتها وحش جدا جدا. بس ايه اللي حصل يوم الواقعة؟ يوم الواقعة لقيناها نزلت بتقول ان ماما ماتت بعد ما ضربتها، الصوت خلص خالص من 5 ل7 الفجر. تمام. على الساعة بعد الظهر كده، صلاة الجمعة بالظبط، لقيناها بتقول ماما ماتت ومش عارف ايه، وراح اجيب الدكتور وراح اجيب المغسلة والحاجات دي كلها. من غير ما تقول هي عملت فيها ايه؟ لا، هي قالت موت طبيعية. هي عندها حالة صرع وضربت نفسها وماتت. واللي احنا نعرفه عن حالات الصرع ان هي اصلا بيغمى عليه، مش بيفقد الوعي، مش بيأذي نفسه او يأذي اللي حواليه. بس فبعد كده لانها مشيت وجابت الدكتور، والدكتور رفض طبعا يديها تصريح الدفنه. الدكتور طبعا عارف الحاله اللي هي فيها. والدكتور هو اللي مبلغ. احنا ما كناش عارفين خالص الكلام ده. كانت حوالي 2 3 العصر يعني. وسأل الجيران وهو نازل، وسأل ماما وسألهم كلهم ان هي بتضرب والدتها. قالوا كلنا قلنا الحقيقة يعني اللي بتحصل. وبس بعد كده الدكتور هو اللي مبلغ، ومفيش اقل من ربع ساعة كانت الشرطة كلها، اسم بولاق كله كان هنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ وهي كانت مصممة لآخر وقت لحد ما قبل ما تمشي من هنا ان هي مامتها ماتت لوحدها، وكانت قافله عليها الاوضه وبتعذبها تعذيب مش حلو خالص في كل حاجه. ازاي كانت بتعمل كده؟ مجنزراها وبتحبسها في اوضه حتى. كانت بتجنزرها. وضربها بآلة حديد يعني على دماغها، ووشها كله متشوه. وبس. وحتى لما توفت هي كانت قافله عليها. حتى الضابط كانت بتحبسها اصلا. كانت حبساها بالقفل، وكان الضابط قاعد يقول لها هاتي المفتاح وهي ما كانتش عايزه تديه المفتاح. بس هو ده كل اللي حصل. طب انتوا قبل الواقع كنتوا بتنصحوا طيب البنت دي؟ كلنا نصحنا. ايه اللي كان بيحصل؟ وانا اولهم لا تقول لك انا ما بعملش الكلام ده. ولما قلت لها ليه بتضرب ماما، تقول لك عشان خاطر ما بتسمعش الكلام. قلت لها مهما كان دي والدتك، ما ينفعش الكلام ده. يعني هي عملت فيها كده عشان مش بتسمع الكلام؟ وتقول لك انا بضربها عشان تتعلم الصح والغلط. قلت لها ما فيش الكلام ده، هي والدتك ست كبيره وما ينفعش. وكلمتها بالدين والقران وكل حاجه، وبالوالدين احسانا، وما ينفعش الكلام ده يحصل، وارحمهما كما ربنا صغيرا. ما فيش الكلام ده. طيب كان رد فعل الام ايه لما كانت بنتها بتضربها؟ كانت بتقول رد فعلها لما حد يسالها تقول لك بنتي ما بتضربنيش. كانت بتخاف عليها برضو رغم ان هي بتعمل كده. وكانت بتحبها وتقول انا بحبك وحرام عليك ارحميني والكلام ده كله، ولحد ما موتتها لحد يوم الواقعه. ما كانتش بتستجيب ليها؟ ما كانتش بتتعامل؟ لا، بتكون جنزراها حبس يعني، كتفاها وحلقه لها شعرها ومعوراها في دماغها متخيطه. ازاي حلقت لها شعرها؟ دي اداه من اداه التعذيب، ما احنا مش عارفين برضو. يعني هي كانت بتتلذذ وهي بتتعذب الموت؟ دي حقيقه. طيب الساده المشاهدين اللي بيسالوا القصه سريعا، احنا هنا في بولايه دكرور، منطقه بولايه دكرور. حصلت جريمه قتل، بنت قتلت امها. يعني ايه بنت قتلت امها؟
البنت دي يعني سنها تخطى حاجه و40 سنه تقريبا، 45 سنه 47 سنه في السن ده. الام 66 سنه. البنت كانت واخده معاش امها، كانت بتحبس امها، كانت بتربطها بجنزير، وفي النهايه كانت بتحلق لها شعرها وقتلتها. قتلتها باستخدام آلة حديدية. برضو معانا أحد جيران يعني سيدة هتحكي لنا برضو إيه اللي حصل. إيه اللي حصل يا حاجة؟ اللي حصل يا ابني يوم الجمعة لقيتها نازلة وأنا واقفة في البلكونة وتقول لي أمي ماتت يا خالة أم رامي. قلت لها البقاء لله، أنا فكرتها ماتت موتة طبيعية. قالت أنا رايحة أجيب المغسلة وأجيب إيه الدكتور الصحة. فطلع الدكتور الصحة، أنا وقفت على الباب أشوف فيه إيه على الباب بتاعنا، لقيت الدكتور نازل بيزعق وبيشتم. فبقول له في إيه يا ابني؟ مالك يا دكتور؟ قال لي ده يا حاجة ده مقتولة فوق. قلت له لا مقتولة؟ طب ازاي؟ قال لي يا ما اعرفش، انت تعرفي عنها حاجه؟ قلت له اه نعرف ان هي بتضربها، ونطلع نقول لها بتضرب امك؟ تقول لي اسال امها تقول لا ما بتضربنيش، امها خايفه من البنت. يعني احنا لو بلغنا البوليس هتكدبنا، نعمل احنا يا ابني؟ كل شويه نطلع لها نخبط عليها، الوليه الكبيره تقول لا ما بتضربنيش، وتبقى معوراها ومشلفطاها ومجنزراها، ونقول لها حرام عليك، ونطلع الوليه الست الكبيره خايفه من بنتها، تاخد معاشها وبتضربها وبتجنزرها وقافله عليها الاوضه، وده لا مؤاخذه حاطه لها الجرده تعمل فيه بتبين. وهم عندهم حمام؟ ده يعني شقه 4 اوض كبيره وصاله ومطبخ يعني وحمام. هي بتتعمد أمها بتعمل ومنيماها على الأرض وقافله عليها الاوضه. حتى وهي ماتت الظابط بيقول ليه لها تعمل كده في أمها؟ مش عارفه، هات المفتاح عشان نفتح عليها. وانا واقفه في البلكونه قالت له لا، قال لها تجيبي ولا راح قاعد شتمها راحت طلع. فانا بقول له يا ابني في ايه؟ قال لي يا حاجه ما تطلعيش، ده واقع، ده جريمه قتل فوق، اللي يطلعك. قلت له لا حاضر يا ابني، اللي انتوا تعوزوه عايزين اي حاجه اجيبها لكم، بس قال لي ما تطلعيش يا حاجه. ما رضيتش اطلع، بس كده حرام. احنا قلنا نصحناها كتير وقلنا لامها هي بتضربك، قالت لا. دلوقتي اي حد بيشوفنا على النت بيشتموا علينا. طب احنا انا هسألك حاجة، انت لسه بتتكلمي في الحتة دي، في احد التعليقات برضو بيقول لك طيب ما دام انتوا عارفين ان هي بتعمل فيها كده ليه ما اشتكيتوش؟ ما هو قالت لك الوقت اما انا بقول لها الوليه الست الكبيره بتقول لك انا ما بتضربنيش، اشتكي بقى ايه؟ ما هي اللي خايفه من بنتها. قلنا لها نشتكيك، تروح اشتكينا. امي بتقول ما انا ما بضربها، هتقول ايه؟ ده اللي حصل، بقوله لك. يعني هي لما كانت بتضربها انتوا كنتوا بتروحوا تقولوا لها يا حاجه احنا هنشتكي؟ قالت لك لا ما تشتكوش بنتي، هي ما بتعمليش حاجه. طب احنا هنذنبها يعني ايه؟ رغم اللي كل اللي بيحصل هي خايفه على بنتها، وبتاخد معاشها وبتمسح لها الشقه وتعمل لها الاكل وتروق لها، وسايباها يا عيني مذلوله في الاوضه قافله عليها، يرضي من ربنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين الدنيا بقى اتقلبت عليها لما ماتت، قالوا ده ميته مقتوله. بنت الست دي متجوزه ومخلفه، بس من راجل تاني، وهو متجوز ومخلف، وهما الاثنين قاعدين في الشقه سنتين. جابوا امها بقى لها سنه بس. طبعا مش بتبينها الوليه، ما بتنزلش لوحدها عشان تسالها. هي معاها، تيجي تسالها يا حاجه، والجيران سالوها وفي الشارع وفي الحته كلها سالوها هي بتضربك؟ قالت لا ده بنت حبيبتي ما بتضربنيش، ده احنا بنهزر بنلعب بنرقص. الست قالت كده. يعني احنا بنسال الست الكبيره، مش تدينا فرصه ان نكلم الوليه لوحدها، ولا معاها تليفون تكلم حد، ولا معاها حاجه. تنزل معاها في ايديها، ماسكاها في ايديها هي وجوزها، ده ما نكون خايفين ان هي تجري الوليه او تصوت او حاجه. ما بتنزلش الا يوم القبض بس، تقبض وتطلع هي وهي. بتاخد امها تخليها تقبض عشان تاخد الفلوس. 4000 جنيه هي بتاخدها كل شهر، تدفع منها الايجار والبتاع، وهي وجوزها قاعدين في البيت ما بيشتغلوش. يعني عايشين على المعاش بتاع الام. عايشين على معاش الام. طب انت قلت لها انت بتاكلي وتشربي معاش امك، ما تضربهاش، حرام عليك اللي بتعمليه. قالت ما حدش ليه دعوه، انا بكلم امي وبعلمها الادب عشان هي ما بتسمعش الكلام. بتقول بعلم امي الادب؟ عشان هي ما بتسمعش الكلام. طب وانت يا حاجه راضيه؟ قالت بنتي ما بتعمليش حاجه. وقعدوا يضحكوا ويبوسوا ببعض واحنا واقفين. طبعا هنشتكي نقول ايه بقى؟ تفتكر ايه السبب اللي خلاها تعمل كده؟ والله ما نعرف يا ابني. لا ايه السبب عموما يعني؟ هو السبب ما بتسمعش كلام. يعني لا انا برضو بتكلم في حته تانية، يعني ايه اللي يخلي بنت تعمل كده في امها؟ ما اعرفش والله يا ابني ما نعرف. احنا ده سكنه قديمه. انا قديمه، انا ده بيتنا، وهي سكنه جديده ما اعرفش عنها حاجه. هي بقى لها قد ايه هنا؟ بقى لها سنتين البنت وجوزها، انما الام جايه بقى لها سنه بس. الام بقى لها سنه. علاقتكم كانت ايه مع بعض؟ لا سلام ازيكم، الله يسلمك، على السلم او في الشارع بس. وفي اطار المشكله بتاعت البنت والام كنا بنطلع نحوش على الوليه تقول لك ما بتضربنيش، وماليه الشقه كلها فوق قطط.
والوقت الحكومه قافله على القطط. بتتاجر فيهم ولا ده بتربيهم؟ قطط بلدي من الشارع يعني. قطط شوارع، بتلم القطط اللي في الشارع. السادة المشاهدين، مكملين معاكم في تفاصيل واقعة بولاق الدكرور. واقعة بولاق الدكرور اللي حصلت يوم الجمعة. اتقتلت على ايد بنتها. الام اللي ربت 66 سنة كانت ضحية بنتها اللي اتعدت عليها بالضرب بعد ما جنزرتها وحلقت لها شعرها. معانا برضو سيدة من جيران المجني عليها تحكي لنا ايه اللي حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك طلعت الشقة عندهم، أنقذت أمها 4 مرات من ولاء دي. حرامي يا بنتي مجنزراها وتعمل لها بالسلك الكهرباء وبتكهربها، ماشي. وكل شوية نقول لها يا بنتي ما انت الله ما تضربهاش، تقول لك انا ما بضربهاش. في مرة اخدت الحاجة على جنب كده، راحت بنتها من على باب الأوضة زي كده، راحت قالت لها بصت لها الولية، فهمت بصت بنتها ليها ان يعني ما تتكلميش معاها وما تقوليش حاجه يعني. المهم بقى لها بتضربك يا حاجه؟ لا ما بتضربنيش، دي كويسه، دي حبيبتي، وبتمسك تبوسها قدامي. اخر مره بقى فضلت تضرب فيها كتير، فكنت كل شويه اطلع لها البيت. بعد كده بنتها دي راحت قافله الباب هي وجوزها في وشي، قال لي ما ينفعش تشوفي على والدتها مؤاخذة زي عريانة، وضربها ومشرطة جسمها زرقان ومبهدلاها بصراحة. مقلعة أمها. مقلعة أمها مبهدلاها، وحطلها الجردل في الأوضة والمية والشرب. طب هي أمها كانت بتعاني من أي مرض؟ لا، أي حاجة؟ الست دي مش مريضة يا جماعة، الست دي في قوتها العقلية. لأن في ناس قالت إن هي مريضة نفسية بتعاني من أمراض مزمنة. لا ما فيش، هم عمالة بتقولك هي بتعاني، لكن أنا ما شفتش الست بتكلمك طبيعي خالص. احنا لو الست فيها حاجة هنقول، لكن هي البنت قالت خالتي واخت ابوها ولا مش عارفه تقرب لها ايه، اخت امها، قالت لها يا ولاء ده انا بكتفها وبحطها في اوضه، وكل شويه كل ما تعمل غلط امسكيها ايه حطيها في سلك الكهرباء. تفتكري بعد السنين دي كلها ربت وشالت وصرفت عليها، ده جزات الأم؟ لا طبعا، لا ده مش جزات الام، هي غبيه ومؤاخذه. كان كل ما اجي اكلم الوليه الاقيها تعمل للوليه كده، عشان طبعا الوليه مرعوبه، بتضربها في كتفها يعني. في جنبها كده في رجليها واحنا قاعدين عشان ما تتكلمش يعني. عشان ما تتكلمش. فالمهم الست يا حاجه ولا بتضربك؟ لا 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 دي حبيبتي، وتقعد تبوس فيها وكده ما فيش اي حاجه، وتقعد ترقص معاها في الشقه. طلعت في مره لقيتها قالت لها بصي تعالي يلا نرقص، قعدوا رقصوا مع بعض في الشقه قدامي. وبعد كده لقيتها ايه خلاص يا ولاء ما تضربيش امك. قالت لي خلاص. طبعا لقينا الضرب ده على طول مستمر. طبعا هي ما طلعت اخر مره عشان انقذ امها، قالت لي بعد اذنك ما حدش يجي هنا تاني، وجوزها راح قافل في وش الباب لحد يوم الواقع. لا يوم الواقعة دي انت طلعت شفتيها؟ شفتها بقى وهي ميتة. في ايه الحكومة طلعت معاها، انا ما اعرفش ان هم حكومة، فانا فاكرة الست ميتة موتة طبيعية. طلعت الضابط قال لي ما تخشيش الأوضة، بصينا من بره كده لقينا دم من دماغها، حلقة لها شعرها ومشرفطة وشها وبعيد عنك مرمية، والقطة بتلحس فيها. القطة بتلحس فيها. طبعا وهي بتلحس فيها استغربت، الست دي بتحط اكل للقطط وتقوم قافله عليها مغزره عليها، قافله تاني بالقفل بالمفتاح، قافله مغزره الباب الشقه وباب الاوضه، وقافله عليها حتى ميتها وحاجتها وكل حاجه. كما تدين تدان. يعني دي الرساله اللي نقدر نقدمها في الواقعه دي. اي حاجه انت بتقدمها بالسوء او بالضرر لازم هيجي اليوم وتاخد جزائك. ده كان المفروض يحصل
في البنت اللي قتلت امها كانت لازم تفضل عايشه ان هي تشوف بنتها الصغيره تعمل فيها كده. المتهمه جهات التحقيق لسه بتباشر التحقيق معاها في الواقعه. الام تم دفن جثمان الام. حاله الجيران هنا حاله صعبه. حاله الجيران بيحكوا تفاصيل غريبه ممكن نسمعها او جايز نسمعها في اي جريمه قتل بتحصل، يعني واحد يقتل واحد بسبب اي مشكله، لكن بنت تقتل امها المسنه، تاخد معاشها، تحلق لها شعرها، يعني تفاصيل بشعه جدا شفناها في واقعة بولاية دكرور. كنت معاكم